الموقع. بكر المفاوض في الموقع. لا أنا ما أقدرش أسيبها. أرجوك انقذ بنتي الصغيرة. استنى، انت هتبعت اندرويد؟ تمام يا أستاذ. ما لازم تقدرش نتحرك. ما تقدرش تعمل ده. انت ليه ما تبعتش انسان بجد؟ لا تخليهوش يعرف منها. ابعد الناس اللي عن بنتي. انا ده ما يهمنيش، رجالتي مستعده تتدخل، بس اديني الامر. انا مش مصدق ده. كابتن آلن، اسمي كونر. أنا الأندرويد اللي بعتها سايبر لايف. بيضرب نار على اي حاجه بتتحرك، وقتل 2 من رجالتي. يتضرب بسهوله، بس هم على طرف البلكونه، لو وقع هتقع معاه. قول لي، هل اتصرف بشكل غريب قبل كده ولا لا؟ بصراحه انا معرفش، هو ده مهم؟ محتاج معلومات علشان أحدد أفضل طريقة للتعامل. جربت شفرة التعطيل بتاعته؟ دي اول حاجه جربناها. اسمع، انقاذ البنت دي هو الاهم. اما تتعامل مع الاندرويد القذر فورا، يا اما هتولى نعمه.
تقربش مني والا هنط. لا أرجوك، أنا بتوسل إليك. يلا يلا يلا. اسمي كونر. وانت قول لي اسمك ايه؟ دانيال. هو ده الاسم اللي هم ادوهولي. ابعد. انا مش هأذيك، انا عاوز اتكلم معاك علشان نقدر نلاقي حل. اتكلم؟ انا مش عايز اتكلم، خلاص فات وقت الكلام، فات الاوان. اسمع، انا عارف انها مش غلطتك. المشاعر اللي انت حاسس بيها دي مجرد خلل في السوفت وير بتاعك. لا، دي مش غلطتي، ما كنتش عايز ده، انا حبيتهم انت عارف، بس كنت نكرة بالنسبة لهم، كنت مجرد عبد بياخد اوامر. انت محتاج تعديل يا دانيال، عندك مشكلة في السوفت وير، هنصلحها وكل حاجة هتبقى تمام. مش محتاج تصليح، شغال بشكل هايل، بس انا فهمت كل حاجة وعمري ما هسمح لحد انه يهني تاني ابدا. انت كويسة يا ايما؟ أرجوك ساعدني، أنا مش عايزة أموت، مش عايزة أموت. مفيش حد هيموت ايما، كل حاجة هتبقى تمام. مش قادر استحمل الازعاج اكتر من كده، قول للهليكوبتر تبعد عن هنا. الموقف تحت السيطرة. اتفضل، عملت اللي انت طلبته. انت لازم تثق فيا يا دانيال. سيب الرهينة تمشي واوعدك ان كل حاجة هتبقى تمام، اوكي؟ انا عايز الكل يمشي وعايز عربية، واول ما اخرج من المدينة هسيبها. ده مستحيل يا دانيال، سيب البنت تمشي واوعدك ان انت مش هتتأذي. مش عايز اموت. انت مش هتموت، احنا بس هنتكلم، مفيش حاجة هتحصل لك، انا وعدتك. انا ضيعت حياتي باخد اوامر. دلوقتي وقت ان انا اقرر. ودي كمان تعتبر أفضل مساعدة منزلية.
بتطبخ 10,000 طبق. يلا يا زوي هنمشي. بتتكلم 200 لغة ولكن وبتهتم بالواجبات المنزلية من ابتدائي للمرحلة الجامعية. واو حبيبي شكلها هيجنن، دي بالظبط اللي محتاجاه. 500 نموذج بسيط ب $7,999 من غير فوائد ولمدة 48 شهر، وضمان على قطع الغيار وكفاءة العمل. الأعمال المنزلية، نقاشة، سباكة، زراعة ونجارة كمان. هشتري. اختيار جميل جدا. يلا بينا نخلص إجراءات البيع. اسف، الثمن اللي هناك 800 أغلى شوية بس بيتمتع بمزايا كتير. تعالوا شو تمام عادي بس هيعمل كتير. انا مش عاجبني البيع ده. مش هيدفع أكتر من 4. إعادة تشغيلها كانت صعبة جدا، حالتها كانت سيئة. هو إيه اللي حصل كمان مرة؟ عربية خبطتها، حادثة غبية. فهمت. على كل بقت كويسة دلوقتي، بس ساعدنا ظبطها، يعني اضطرينا نشيل الذاكرة. أتمنى ما تمنعش. مش مشكلة. تمام. اخترت لها اسم؟ بنتي اختارتها. BX 400. سجلي اسمك. كارا. أنا اسمي كارا. ايوه انا اكتفيت النهارده. اتفضل. هي ميه. عشان يبقى عبيد لينا، بس العبيد بقوا اسياد. مش قادرين نعيش حياتنا من غيرهم، موجودين في البيوت والمدارس والمصانع، بياخدوا وظايف
تم التحقق من الهوية. رقم طلبك 847، ثمنه $64. من فضلك أكد الدفع. الدفع اتأكد. لقد تم التحويل. لما بعدتي لمدة أسبوعين البيت بقى فوضى. انت بتعملي شغل البيت، الغسيل، الأكل، وبتهتمي ايه القرف ده؟ راحت فين البنت دلوقتي؟ أليس! أليس! لقيتك. دي أليس، اهتمي بيها وبواجباتها وكل شيء. فهمتي؟ ايوه يا تود. ابدأي هنا وبعدين كملي فوق.
التلفزيون اشتغل. ايه؟ يمكن ده يعتمد عليك. تمام، ماشي، ممكن اجيبها. تمام، هجيبها بكره. نفس المكان، انت عارفه عنواني. تمام. كارا، ايوه يا تود. هاتيلي بيرة حالا. يا خبر. ايه القرف ده؟ انا عملت شغل كويس هنا، هطلع الدور اللي فوق. اعملي اللي بتعمليه بس ما تزعجنيش.
خلي بالك. أنا عاوزة أرتب أوضتي. أنا محتاجة دقيقتين، ممكن يا أليس؟ متأكدة إننا كنا أصحاب قبل ما يصلحوني، بس ممكن نبقى أصحاب تاني. كلميني عن نفسك، بتحبي تعملي إيه؟ بتروحي فين؟ أكلك المفضل؟ ده هيساعدني جدا. باباكي قال لي إنك اخترتي اسمي كارا، اسم جميل. اخترتيه إزاي؟ انتي هادية جدا، يا ريت ما كنتش خوفتك. بتعملي ايه؟ أنا بلعب. بتلعبي؟ أنا عارف تفكيرك. فاكرة أبوكي حقير؟ ها؟ فاشل حقير؟ ولا بيشتغل ولا بيحمي عيلته؟ هو أنت مش شايفة إن أنا حاولت أنجح؟
ومع ذلك بيجي حد بعد كده ويبوظ لي كل ده. انا عارف رايك فيا، انت بتكرهيني مش كده؟ قوليها، بتكرهيني. يا ربي انا بعمل ايه؟ انا اسف يا حبيبتي، انا اسف. عارفه اني بحبك مش كده؟ عارفه ده. صباح الخير يا كار. صباح الخير. 10 الصبح. الجو مغيم شوية، درجة الحرارة 12، نسبة الرطوبة 80%، وفي احتمال كبير إنها تمطر على الظهر. ده يوم جميل للراحة في السرير. أنا رحت أجيب الدهان اللي أنت طلبته. صحيح أنا نسيت. مش ده برضو اللي بيميزك عني يا ماركس؟ ما بتنساش حاجة أبداً. وريني دراعك كده يا كار. لا. كار، شكرا. مع إني لسه فايق بس لسه بتألم جدا. البشر مخلوقات ضعيفة، بينهاروا بمنتهى السهولة رغم المجهود عشان يعيشوا. طيب، هاخدك على الحمام دلوقتي. هو في مواعيد مهمة النهاردة؟ كان في افتتاح معرض لأعمالك في متحف الفن الحديث. مدير المعرض ساب لك 4 رسائل بيطلب منك تأكد على حضورك. لسه ما قررتش، هاخد قراري بعدين. تمام. ايه كمان؟ كلها رسائل المعجبين، وأنا رديت عليها. في أخبار عن ليو؟ لا يا كار. ممكن أتصل لك بيه؟ لا، ما تتعبش نفسك. أنا عاوز آخد فطاري قبل الظهر لو ما عندكش مانع.
أنا جعان جدا. يلا فطارك جاهز، لحمة وبيض زي ما بتحبه بالظبط. شكرا يا ماركوس. العفو. شكرا يا ماركوس. تلفزيون. ليه ما تعملش حاجة لحد ما اخلص فطاري؟ طبعا. ماشي يا كارل. بتقرا ايه؟ ماكبث، من الكتب اللي انت نصحت بيها. طب ايه رأيك؟ المشاعر البشرية مثيرة للاهتمام، لكن ما اقدرش اقول ان كده فاهمها كويس. البشر ما بيفهموش برضه، بيتحكموا في حياتنا ومش عارفين ليه بيخلونا نحس اننا ساعات شحاتين وساعات ملوك. الحياة ملهاش قيمة من غير مشاعر. في يوم مش هبقى هنا اخد بالي منك زي دلوقتي. لازم تحمي نفسك وتاخد قراراتك. اعرف انت مين وعايز تكون ايه. العالم ده ما بيقبلش المختلفين يا ماركوس. ما تخليش حد يقولك لازم تبقى ايه. يلا نروح المرسم. ونشوف وصلنا لفين. شيل الغطا.
طيب ايه رأيك يا ماركوس؟ ايوه، في حاجة غريبة. حاجة مش عارف احددها كويس. بيتهيألي عجبتني. الحقيقة اني ما عنديش اي حاجة تانية اقولها. كل يوم بيعدي بقرب معاه من نهايتي. انا مجرد راجل عجوز متعلق بفرشته. كارل، لكن كفاية كلام عني. خلينا نشوف لو عندك موهبة تقدر تحاول. حاول ترسم حاجة. ارسم؟ لكن ارسم ايه؟ اي حاجة عايزة تقدر تحاول. دي نسخة حقيقية للواقع، بس الرسم مش هو تقليد الواقع، لكنه ترجمته وتحسينه وتصويره من وجهة نظرك. كارل، انا ما اعتقدش ان اقدر اعمل ده مش في برنامجي. يلا جرب، يلا هات لوحة الرسم دي. اعمل زي ما هقولك. غمض عينيك، ثق فيا. حاول تتخيل حاجة ملهاش وجود، حاجة ما شفتهاش قبل كده. ودلوقتي ركز في اللي انت حاسس بيه، وسيب ايدك تعبر عن مشاعرك على اللوحة. يا سلام. اهلا بابا. ليو، ما سمعتكش وانت داخل. كنت قريب ففكرت اعدي عليك. فات وقت كتير مش كده؟ انت كويس؟ شكلك مش كويس. ايوه انا كويس. بقول لك انا كنت محتاج لشويه فلوس. تاني؟ عملت ايه بالفلوس اللي اديتها لك؟ اصل ما انا اكيد يعني صرفتها. ايوه. رجعت لعادتك الوحشه تاني؟ لا صدقني الموضوع مش كده ما خالص. تكذبش عليا يا يعني ليو. هتفرق في ايه؟ انا محتاج شويه فلوس بس، هو ده الموضوع. اسف، مش هديك حاجه. ايه؟ ليه؟ انت عارف ليه. ايوه متهيألي اني عارف السبب. انت بتفضل تعتني بلعبتك البلاستيك دي على انك تعتني بابنك الوحيد؟ قول لي يا بابا، هو عنده ايه مش عندك؟ هو اذكى، هو مطيع اكتر مش زيي مش كده؟ لكن تعرف البتاع ده مش ابنك، ده مجرد حتة آلة. يا ليو كفايه كده، كفايه.
انت ما بتهتمش بحاجه غير نفسك ولوحتك التافهه. عمرك ما حبيت حد ابدا. ما حبيتنيش يا بابا. عمرك ما حبيتني. you